محاولة لإظهارها بعيدة عن حزب العمال الأم. وفي اجتماع قيادات حزب البكيكي في الفترة ما بين 4 و10 من نيسان عام 2002 في جبال قنديل شمال العراق، تقرر تأسيس فرع للحزب في سوريا تحت اسم حزب الاتحاد الديمقراطي بيادي. ومع بداية الثورة السورية ظهر هذا الحزب بشكل علني في مدن وبلدات عدة تسلمها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لنظام الأسد. أما هذه الصورة فتظهر نزوح لعدد من المدنيين في مدينة رأس العين، فنرى حشودا كبيرة من المدنيين في مدينة تل أبيض. أمام هذا الواقع فرض الحزب التجنيد الإجباري الذي لم يقتصر على الشباب، بل تعدى أيضا على الأطفال الذي يعتبر جريمة، حيث أدانت عدد من المنظمات الدولية ومنها هيومن رايتس ووتش لتجنيد هؤلاء الأطفال باعتبارهم دون السن القانوني تحت سن 18. أمام هذا الواقع العنصري وحيث فر الآلاف من المدنيين من مناطق الحرب، قاموا باحتجاز المدنيين في معتقلات في خيم أشبه بالمعتقلات، وفرضوا عليهم نظام الكفيل الذي لا يسمح إلا بدخول كفيل كردي. أيضا نرى انتهاكا لم يرى عبر التاريخ، وهو إهانة المقدسات الدينية، فنرى عناصر من الحزب يقتحمون المساجد بلباسهم العسكري. لم تقف انتهاكات BYD عند هذا الحد، بل شملت حتى المعارضين لها، فنرى صورة للشهيد مشعل تمو وإضافة لمدنيين منهم محمد الخليف ومنهم عدنان. أنا إبراهيم الحبش من محافظة الحسكة منطقة جبل عبد العزيز، كاتب معد الكتاب. الكتاب يشمل نسختين، نسخة باللغة العربية والنسخة الإنجليزية، ويشمل الجرائم التي قام بها حزب الاتحاد الديمقراطي BYD وBKK وهي BG، التي شملت القتل العمد للمدنيين، مجازر ترقى إلى مجازر جماعية، إضافة إلى حرق القرى العربية، إضافة لحرق القرى العربية والتجنيد القسري، ومنهم تجنيد الأطفال الذي يعتبر جريمة حسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش. وشمل أيضا التهجير والانتهاكات في منطقة تل أبيض وسلوك ومنبج وعفرين وتل رفعت. وشمل أيضا أسماء المعتقلين والمغيبين قسريا في سجون حزب الاتحاد الديمقراطي الذين لا يعرف مصيرهم إلى تاريخ هذا اليوم. وأيضا بقائمة بالأطفال المجندين قسريا الذين قتلوا أيضا على الجبهات BYD. وأوضحت أيضا في هذا الكتاب ما هو مدى الارتباط بين حزب الاتحاد الديمقراطي BYD وحزب العمال الكردستاني BKK الذي يعتبر العقل المدبر والأم لجميع التنظيمات في الشرق الأوسط. هذا الكتاب لا يشمل كل الجرائم التي ارتكبها حزب الاتحاد الديمقراطي بحق المدنيين في سوريا، الذي سوف نصدره في أجزاء أخرى بإذن الله. نعتبر نحن الصحفيين والذين يعملون في التوثيق هو صوت الحق للملايين من المدنيين الذين يتعرضوا للانتهاكات. فنحن لن نيأس، سنقاتل الجميع بالقلم وبالكلمة. فهذه التقارير التي فضحت حقيقتهم عكس ما يصور الإعلام الغربي. آخر التطورات هي حيلة جديدة من حزب العمال الكردستاني الذي يسعى إلى تغيير شكله باعتماد هيكلة جديدة لقسد في دير الزور وفي الحسكة وفي الرقة وفي الطبقة وفي القامشلي. لكن هذه الكذبة لن تنطلي على الشعب السوري، لأن الشعب السوري يعرف تماما من يدير هذا الحزب، وهو حزب الاتحاد، حزب العمال الكردستاني BKK، أو على رأسهم شاهين جيلو. المعاملة مع الشعب معاملة سيئة،
والدليل على ذلك ما قاموه في الآونة الأخيرة من حرق المحاصيل الزراعية، حيث تم توثيق أكثر من 200 قرية تم حرقها على يد حزب العمال الكردستاني PKK والBYD. الهدف الأساسي من هذا التحريق من هذه العملية هو إفقار الشعب وإجبار إهانة المقدسات الدينية. هو تحدي سافر لمشاعر المسلمين، حيث أقدم العديد من العناصر على اقتحام المساجد بأحذيتهم وبلباسهم الميداني في تحدي صارخ لمشاعر المسلمين. من القامشلي أولادي الفيدي قتلوا، السبب لأنه مع الثورة كانوا مع جيش الحر كانوا مشان هالشيء. نحن طلعنا مظاهرات ضد بشار الأسد، مو مشان الفكك لا شيء، وهن صاروا شبيحة بشار، صاروا مع بشار الأسد. وبلشوا اللي يطلع ضد بشار الأسد يقتلون ويا يعتقلون. أول ما استشهدوا جيش الحر جابوني لهون على تركيا. لا دين لا إيمان، يقولوا استغفر الله، يقولوا أجلان ربكم، مثل ما بشار الأسد يقولوا شبيحة بشار يقولوا بشار ربكم للعالم، الفكك كمان يقولوا أجلان ربكم، استغفر الله العظيم. هدول أولادي استشهدوا 2، والثالث صار له سنة وشهر مفقود، ما أعرف عنه شيء، أريد توزعوا هاد كمان. عنده 3 أولاد وعنده نسوان 2. تصرف حيشاك، مجرمين، أوغاد، خنازير، إيش ما أقول قليل، هاش قد ما أقول قليل.